من مواليد سنة 1992 مدينة بجعد المغربية، واللي كتواجد إقليم خريبكا جهة بني ملال، اللي كيبلغ عدد سكانها حوالي 50 ألف نسمة. الحفيظي ومن بعد ما خاض أول تجربة احترافية في مسيرته الكروية بالدوري السعودي التي باءت بالفشل، وأصبح خارج حسابات مدرب الحزم اللي وضعوه على لائحة المغادرين من بعد ما قرر الاستغناء على كل لاعبي الحزم الأجانب. الحفيظي دخل له 3 سكوند، ما تضغطش عليه يعريك. من مصادر صحفية سعودية ربطت اسم الحفيظي بالرجاء مجددا، وبات قريبا من العودة للدوري المغربي، فيما مولودية وجدة قدم عرض رسمي لنادي الحزم قصد ضم الحفيظي لسبيل الإعارة لما تبقى من العقد ديالو، قبل أن يوقع له بشكل رسمي بعد نهاية العقد ديالو مع نادي الحزم، واللي غادي ينتهي منتصف السنة القادمة. الحفيظي صانع الالعاب وحنا في حاجه الى صانع الالعاب. الحفيظي بالنسبه لي انا ولا يلعب يعطيني نص ساعه في الماتش، يقدر يعطيني كره واحده في الماتش ونخطف بها 3 نقاط. لاعب كبير الحفيظي من الناس اللي هما متواضعين والناس متخلقين والناس اللي ما كتسمعش الصوت ديالو والناس ديسيبليني كيخدم على راسو. الحفيظي باقي يعطي الرجاء 2 3 سنوات يعطيك الحفيظي باقي فيه ما يلعب. دونك انا نصيحه مني انا للسي بدراوي انه يتفاوض مع الحفيظي ويجيب لنا الحفيظي، احنا محتاجين الحفيظي لان الرجاء في حاجه لصانع الالعاب. مشى الحفيظي ومشى متولي لقينا مشكل. جماهير الرجاء رحبت بعودة الحفيظي واصبح قريب من العودة مجددا لتعزيز صفوف الرجاء الرياضي، خصوصا وأن الرجاء كتعاني من غياب صانع ألعاب حقيقي. كيعطي الزياده العدديه، وخصوصا انه لعب في وسط ميدان ثم لعب كجناح ايسر بعد التغيير، سواء هذا اللاعب متعدد تخصصات، اذا لذلك فالمدرب دائما ما يحتاج مثل هذه اللاعبين، فهو